يا هاني، ايه يا دعاء؟ انت رايح فين؟ استنى بس. الو. ايوه يا استاذ. ايوه يا استاذ، جهزت اللي قلت لك عليه. نص مليون معايا همت انت الحته معاك؟ الحته موجوده وكله تمام، انا مستنيك بس ابعت لك اللوكيشن ونتقابل. طيب. انت جاهز؟ انا جاهز والله، نص مليون معايا هم. طب يلا يا استاذ، انت عارف دي نصيبه ماشي بيها، هعمل لك ايه طيب؟ طيب ماشي، جاي اهو، جاي يا باشا. سلام. حتة ايه؟ ونسيبة ايه؟ نص مليون ايه؟ الدنيا هتتغير معانا دعاء. هو ايه اللي يتغير يا هاني؟ واحد بعت لي رساله على التليفون ان هو لقى اثار ولقى تمثال قد كده اهوت، وعايز نص مليون جنيه واديهولي عشان هو خايف يبيعه. انا عندي سكه هنبيعه. انت جبت منين اصلا الفلوس؟ انا سحبت الفلوس وبعت حته الارض اللي كانت عندنا. الله يخرب البيت، يخرب البيت اللي احنا فيه. ايه يا بنتي، ده انا لسه جاي من البنك دلوقتي، البنك اهو. انت واخد كده وعشان كده طالع عمال تجري وانا عماله انادي عليك وانت مش سامعني اصلا. دعاء الدنيا هتتغير معانا، اسمعي. هي هتتغير فعلا، بس تتغير للأسوأ يا هاني. اسوأ ايه يا دعاء؟ يا هاني دي حاجه مش بتاعتنا اصلا. الحاجه دي بتاعت بلدك يا بابا، الحاجه دي بتاعت بلدك مش بتاعتك. يا بنتي ده كانت في بيته، هو فحت في البيت. انا مالي، حتى لو كان فحت ولقاها ما يروح يوديها للمختصين وهيدوله اكيد مكافاه، بس ان هو يعملها كده في حاجه غلط. انت عارفه التمثال ده هيعمل كام؟ يعدله 50 مليون دولار، واخد نص مليون مصري. ايه يعني؟ انا بعت فدانين. بعت فدانين اللي حيلتنا؟ بعت فدانين اللي حيلتنا؟ هو ده اللي انت دعاء ما قادر تعمله؟ تعطلناش يا دعاء. ما عطلش ايه يا هاني؟ ما عطلش دعاء ايه؟ معلش يا دعاء، انا القرار خدته ولازم ننفذه. انا مش هنبقى صغير مع الناس. صغير ايه؟ ده مستقبل وممكن تروح في داهيه، هتروح في داهيه. يا بنتي يعني وريت لك الصور معايا وكل حاجه معايا وكل حاجه سليمه. انا مالي الصور معاك ولا مش معايا؟ انا مالي الصور بقول لك يا معاك. دعاء، فكك منا دعاء، لما الدنيا تتغير معاك وتركب عربيه هتفتكر كلامي ده. عربيه؟ اصبر طيب، انا خايفه عليك. يلا يا شيخ، مع السلامه. حول ولا قوه الا بالله. الفلوس جننته، الفلوس جننته ورايح في مصيبه. انا مش عارفه اعمل ايه. مطلوب مغلق أو غير متاح، اضغط رقم 1 التليفون من ساعة ما مشى وهو غير متاح، بقاله أكتر من 3 ساعات. الله يسامحك يا هاني على اللي أنا فيه ده، الله يسامحك. أعمل إيه دلوقتي؟ أروح فين؟ تليفونه مقفول، تليفونه مقفول. أجرب تاني؟ طيب هجرب تاني. الله يسامحك، هروح أقول للناس إيه؟ طيب مش لاقية جوزي عشان كان رايح ياخد آثار. يا رب يا رب احفظه، يا رب يا رب احفظه. انت عارف خير. يا دعاء هاني، ايه المنظر ده؟ انت جاي حافي؟ ايه ده؟ في ايه؟ جماعه مسكوني، خدوا مني الفلوس. بصي، خدوا الكوتش بتاعي. اخد الكوتشي بتاعك؟ عطاني دي. هي دي؟ دي اللي قالك عليها بنص مليون؟ لا، ما هو ده والله يا دعاء انا عارف، بس هو في حته مشطوفه هنا. مشطوفه؟ عارف دي؟ ده بص بهدلوني. بهدلوك انت؟ المهم ان انت اخدوا منك اي حاجه ولا خدوا فتحوا التليفون بطنك بتاعي خدوا المحفظه بتاعتي بالفيزا ورحت هناك حشمموني حاجه كده، لقيت نفسي اغمى عليا وبعد كده لقيت انا كنت في مدينه، لقيت نفسي مع الصحراوي جايبها مشي. جايبها مشي من الصحراوي؟ ولقيت ديت ملفوفه عندي هنا. والفلوس النص مليون خدوهم حقهم بقى. حقهم؟ بس البتاع حق ده؟ ده حاسب بس على اللي انكسر ده. استنى، يتكسر ايه؟ اصبر. ده ايه ده يا بنتي؟ شايف المنظر ده؟ جبس. ده جبس. عارف ده بيتباع بكام؟ ده بيتباع ب20. ده يوم ما يقولوا ان هو غالي ب100 جنيه. يعني نضحك عليا؟ نضحك عليك؟ انت بعد كل ده ومش عارف انه نضحك عليك؟ بعد الكوتش اللي خدوه نضحك عليك؟ ايه هاني؟ طب نعمل ايه؟ نروح لهم تاني ولا ايه؟ تروح لمين يا هاني؟ ياخدوا اعضائك المره دي ولا يعملوا فيك ايه؟ ما بعت لي رساله يا دعاء على التليفون يعني انت رايح واخد اللي قدامك واللي وراك واللي تملكه عشان خاطر رساله؟ واخد عربيتك واخد نص مليون وبعت الفدان ولا الفدانين اللي حيلتنا عشان خاطر رساله؟
ليه يا هاني؟ هي الناس بترمي فلوس وبترمي حاجات وبعدين انت مالكش ما حق الولد أصلاً. كلمني في التليفون قال لي انا خايف نبيعهم ومن الحكومه ومش الحكومه، وقال لي عندي شكاره ذهب وعندي 4 تماثيل هنديك تمثال منهم وعمل اهبل واحد في ايده كل ده هيجي لك انت عشان خاطر يديهم لك. ده بيقول لي واحد صاحبه اللي اعطاني رقم. واحد صاحبك؟ اعطاني رقم ليه يعني؟ واحد صاحبك؟ ما هي الرسائل دي على أنت اتظبطت ولا موبايلاتنا إيه؟ كلنا. ما هي الموبايلات كلها عليها الرسائل دي وبيدخلوا على الواتساب كمان لانه بيعملوا الارقام كده بايلك. انت بتعمل ايه؟ طب حتى لو كان ده حقيقي تروح تاخده منه؟ مش من حقك ولا من حقه، ده حق الدولة. يعني نضحك عليا؟ انت لسه كل ده ومش فاكر انه ما نضحكش عليك؟ يا نهار طيخه. انت خلاص كده خلتني على الحديده بسبب دماغك، بسبب ان انت طماع، بسبب ان انت عايز الفلوس تجيلك لغايه عندك. اتفضل بقى وريني احنا هنعمل ايه. عربيتك وكل حاجه، المهم ان انت رجعتني سليم عشان تدخلني في مصيبه تانية. كفايه بقى يا شيخه. هو انت مش حاسس؟ الناس اللي بينضحك عليها، الناس اللي بتجيلها رسائل على التليفون يقول له عندي نص شكارة ذهب، عندي حاجات من تحت الارض، واخدها من عمي، واخدها من ابن عمتي، فحتنا بيتنا ولقينا تحت الارض تماثيل ومش عارف ايه. ما تجريش ورا اوهام، ركز في حياتك انت وفي شغلك انت، ما تجريش ورا حاجه وهم. الحاجه دي لها ناسها، والحاجه دي ملك الدوله، ولها ممتلكات خاصه بالدوله. زي ما انت ليك فيها انا ليا فيها، بنستنفعوا بالذهب، بنستنفعوا بالاثار ببلدنا، بتكبر بلدنا. فيا جماعه بلاش تمشوا ورا الاوهام، وبلاش يخدعكم الرسائل اللي بتيجي على التليفونات. واظن كل الناس جات لها نفس الرسائل. انا حقيقه جات لي، والله جات لي كذا مره وجات لي على الواتساب كمان. حاجه اخيره بس، مش عشان خاطر انت قاعد في بيتك مش عارف تعمل ايه ولا عارف تشغل دماغك فبتروح عند اكتر حاجه سهله وهي اكتر حاجه رخيصه. لا سوري، اكتر حاجه خطره في الموضوع، والموضوع ما يخصكش ولا بتاعك ولا يلزمك ولا ينفع ان انت حتى لو كان تحت بيتك انت ليك انك تسلمه للجهات ممكن يضحي المختصه بنفسه كمان. بالظبط. في ناس والله العظيم اعرفهم، سمعت يعني تبع ناس انا اعرفهم، عرفت منهم قصص. بس انا دغدغت الواد، ما انا عارفه كسرته. تبع ناس انا اعرفهم ان هم بيعملوا قربان عشان يفتحوا مقابر وحاجات من دي. وممكن الارض تفتحها، والارض دي بقى ممكن تتقفل عليهم، ودي حقيقه. ها دي حقيقه، ما فيش حد يقعد يقول كلام هجس وخلاص. خلي بالكم من نفسكم. السلام عليكم.